لو عايز مشاهدتك على يوتيوب تبقى عالية، خد بالك من الأخطاء اللي معظم المبتدئين بيقعوا فيها. 1. اختيار نيش. صح المشكلة. ناس كتير بتبدأ في نيش عام أو مش مطلوب. الحل: اختار نيش محدد ومطلوب فيه جمهور، وركز على حاجة أنت شغوف بيها. مثال عملي: لو بتحب التكنولوجيا، ركز على مراجعات أجهزة أو نصائح يوتيوب بدل ما تعمل فيديوهات عشوائية عن أي حاجة. 2. تصميم الصور المصغرة والعناوين المشكلة. الصور المصغرة الغامضة أو العناوين المملة بتقلل CTR. الحل: خلي الصورة واضحة وجذابة، والعنوان قصير وبيشد الانتباه. مثال عملي: بدل فيديو جديد، استخدم إزاي تكسب من يوتيوب لو لسه مبتدئ. 3. الالتزام بجدول نشر ثابت. المشكلة: ناس كتير بينشروا فيديوهات بشكل عشوائي، وده بيخلي المشاهدين ينسوك. الحل: حدد مواعيد ثابتة للنشر، مثلا كل يوم اثنين وخميس، وخلي جمهورك يعرف المواعيد. 4. التفاعل مع الجمهور. المشكلة: ناس كتير بتتجاهل التعليقات والرسائل، وده بيقلل التفاعل والولاء للقناة. الحل: رد على التعليقات، اسأل جمهورك أسئلة، وشجعهم يشاركوا الفيديوهات. مثال عملي: اعمل استطلاع رأي في الفيديو واسأل: تحبوا نتكلم عن إيه المرة الجاية؟ 5. التركيز على القيمة مش عدد المشاهدات. المشكلة: ناس كتير بيهتموا بالمشاهدات بس، وده بيخليهم يحطوا محتوى ضعيف. الحل: ركز على تقديم قيمة حقيقية، نصائح، حلول لمشاكل المشاهدين، وده هيساعد على نمو القناة على المدى الطويل. طبق النصائح دي وابدأ تشوف الفرق في قناتك خلال شهر واحد. لو عجبك الفيديو، اعمل لايك، اشترك في القناة، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.